السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. رجعتكم بفيديو كلاش اوف كلانس اللي سحبنا عليها سحبة مش معقولة يعني. من لي فترة ما نزلتش حاجة، فالحلقة دي راح أعرض هجمتي. أنا رقم 2 هجمت على رقم 3 كده يعني عشان نضمن ان التكفيل، والهجمة اللي راح باقي راح اهاجمها على رقم 2، واحنا المتفوقين حتى الان. وزي ما انتم شايفين يعني المدافع عنده ماكس، المورترات وتاني الملوك ضعيف، هو اصلا مستوى ضعيف. لكن هو لو حاطط هنا الجاينت بومب كان الهجمة فشلت. فنبدأ بالهجمة. اول حاجة لازم انك تسحب الدعم، شيء اكيد، وتقتله. لازم لو انت تهجم ذو هوج لازم تمسح الدعم. ثواني بس اخفض الصوت كده تمام. لازم تقضي على الدعم، او بعد ما تقضي على الدعم ثواني بس يموت الدعم عشان نشرح خطوة خطوة، عشان يعني تستفادوا من الحلقة. تعملها كام حبة رشا لو كان في مباني، وتهجم من جهة ملك من الملوك. مثلا لو تهجم من ناحية الملكة، من جهة الملك لازم انك تهجم من جهة عشان تقتل. اهم حاجة تقتل الملك والدعم، او الملكة والدعم، وتهجم من جهة الوزرد والجولم والملوك ياخذوا نسبة كبيرة جدا من القرية. وتنزل كام حبة الاكتشاف. هنا طلع شي ما فيه، وهنا طلع في واحد جاينت ما أثرش. نزلت الباقي عشان يعني خلاص طقت القنبلة، يعني في ضرر عليهم. يعني كمية رهيبة جدا قعدت من الهوج. خسارة يعني. أنا ما كنتش متخيل إن أنا نمسحها بالسهولة دي، يعني سهولة، يعني بأسهل من الخيال. شوفوا كام الكمية اللي بقت من الهوج، كمية رهيبة جدا. يعني دول وحدهم يمسحوا قرية 8 ماكس، وحدهم بس كده يعني من غير جنود تانية. هنا بس طقت القنبلة، قلت خلاص فشلت الهجمة، لكن لسه باقي هيلث فيهم. والجولم لسه واحد ما انقسمش اصلا قواه. وكده 3 نجوم وبالجيش اللي قدامكم، وقرية يعني متوسطة القوة عشان ما نقولش قوية وكده. وإن شاء الله يا شباب تكون الحلقة الجاية كلاش رويال أو حاجة يعني أخرى. فأعمل تسريع وجهز للهجمة الثانية، ولو حد من الشباب دعمني دقيقة. وشباب قلت نزلت كلاش في كلاش للناس يعني اللي كانت حابة كلاش. نزلت مسح تاون 9 هو يعني حلقة يعني معقولة. انزل ان شاء الله في يعني الحلقات القادمة حاجات حلوة. وانتهت حلقتنا اليوم يا شباب. لا تنسى اللايك واشتراك في القناة. في امان الله. والناس اللي كانت حابة ماينكرافت، يعني نزلت ماينكرافت بس لسه ما ثبتهاش، وان شاء الله في حلقات تكون احلى في القادمة. في امان الله.